السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض وصفه حلوه جدا باي نوع فواكه موجود عندك، تقدري ان انت تعمليه، مش هيكمل في ايدك 10 دقايق وهتكوني مخلصاه من الالف للياء. المكونات كلها جاهزه هنشتغل بيها، مش هنعمل حاجه في البيت كتير، بس بجد الطعم حكايه زي ما انتم شايفين كده. النهارده هنعمل مع بعض ترايفل الفواكه بأبسط طريقة وأقل المكونات. احنا طبعا عايزين نعمل حاجات اقتصادية وفي نفس الوقت يكون طعمها حلو وشهي بالنسبة لنا. ارجع واقول لكم، لو اول مرة تشوفوني تابعوني عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسوش تحطوا لايك للفيديو الخطير ده. ويلا بينا نبدأ بالمقادير على طول. اول حاجة هنعملها اي نوع كيك عندك موجود تقدري تشتغلي بيه. لو كسلانة تعملي كيك تقدري تجيبي اي كيك جاهز. معايا كيك سبونج، ومعايا اصناف من الفراولة، ومعايا كمان كمبود اناناس، وجبت السيرب بتاعي الكمبود عشان اسقي بيه الكيك. معايا هنا السبونج ده، تقدري تعملي السبونج الجاهز وتقدري تعمليه في البيت زي ما تحبي، الارجح ليكي اعمليه. انا كان عندي السبونج، ابتديت ان انا اجيب بوله كبيره، حطيت فيها قطعه من الكيك بالشكل ده، وابتديت ان انا اسقيها بالسيرب بتاع الكمبود المعلب اللي انا وريته لكم. بعد كده عملت كاسترد. الكاسترد طبعا كلنا عارفين بيتعمل ازاي، سهل جدا جدا جدا. معلقتين من الكاستر على نص كيلو من الحليب، ندوبهم على النار ونحط السكر حسب الذوق بتاعنا، واول ما يستوي هيبقى معانا بالشكل ده. انا حطيته كده اهوت، وهبتدي ان انا اخد جزء من الفراوله اللي انا مقطعاها بالشكل دوت، وهحطها في النص. طبعا بالنسبه للفواكه تقدري تستخدمي مانجا، تقدري تستخدمي اي نوع فاكهه انت بتحبيه موجود عندك تقدري تستخدميه. هبتدي ان انا احط فراوله على الطروف بالشكل ده، عشان يبقى الشكل من بره شكله حلو، وفي نفس الوقت يبقى كل حته بناكلها فيها فواكه. وزي ما شفتوا انا غلفت القطعه بتاعه الكيك كلها بالكاسترد، لان انا عايزه كل حشوه كل قطعه اكلها يبقى فيها من الحشوه اللي احنا هنعملها دي. طبعا اخدت قطعه من الكمبود الاناناس، وابتديت ان انا اقطع برضو حتت صغيره واحطها مع الفراوله بالشكل ده. بعد كده عملت معايا كريم شانتيه. طبعا كلنا عارفين الكريم شانتيه بيتعمل ازاي. انا جهزت الحاجه كلها وقلت ارتب معاكم الترايفل بالشكل ده عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم، وفي نفس الوقت يبقى سهل ان انتوا تعملوه. عملت الكريم شانتيه، كوبايه من الكريم شانتيه عليها كوبايتين من الميه المتلجه، لو بتحبي تعمليه بحليب اعمليه، وطبعا السكر حسب الذوق بتاعك. حطيته في الكيس بتاع الحلواني، وابتديت ان انا اعمل بيه روزيتات صغيره بالشكل ده. هبتدي ان انا اخد قطع صغيره كمان من الكيك واحطها بالشكل ده. عايزه اقول لكم ان الترايفل بيبقى قطع من الكيك متقطعه حتت صغيره، وبتحطي الحشوات اللي انت عايزاها. ممكن تحطي كمان لو ما عندكيش كاسترد ممكن تعملي جيلي لوحده، ممكن تعملي كريم كراميل، ممكن تحطي كريم شانتيه. بس انا بحب الكاسترد بالترايفل، بيبقى طعمه حلو جدا فحطيته. بعد ما قطعت قطع صغيره من الكيك بالشكل دوت، هبتدي ان انا احط عليها سيرب تاني. بعد كده هبتدي ان انا اخد حبه من الكاسترد بالشكل ده. الكاسترد لما تعمليه خليه يبقى كريمي معاكي بالشكل دوت، ما تخليهوش تقيل قوي، لان دوت احنا عاملينه حشوه مش هناكله في اطباق. طبعا لما لقيت بقى المعلقه مقدمه معايا شويه، فحطيت الكاسترد في كيس من بتاع الحلواني، وابتديت ان انا اوزع بيه بالشكل ده. في حاجه بقى حصلت معايا يعني هنبهكم ليها. انا هنا كنت عايزه ان انا اقفل الطبقه كلها، ما يبقاش فيه اي فراغات خالص، لاني هحط طبقه من الاناناس واحط طبقه من الجيلي، فقلت اقفل كله بالشكل ده. بعد ما قفلت كله حطيت الكمبود الاناناس بالشكل ده. انا كان المفروض ان انا بقى ادخلها التلاجة شوية تمسك نفسها، وبعد ما تمسك نفسها نحط عليها الجيلي. بس انا يعني ايه كنت مستعجلة شوية عايزة اخلص، فما حصلش كده، وهوريكم اللي حصل معايا وهقول لكم ازاي نتفادى اللي حصل ده. ديت علبة الكمبود اللي انا استخدمتها، جبتها حطيت فيها كيس من الجيلي الاناناس،
وهبتدي ان انا احط عليه نص كوبايه من الميه المغليه، وهبتدي ان انا اقلب كويس جدا جدا جدا. انا ما ضفتش ليه سكر خالص لان الجيلي بيبقى هو عباره عن سكر، فما ضفتش سكر خالص. هبتدي ان انا اقلب، اول ما الاقيه داب معايا هبتدي ان انا احط عليه السيرب بتاع الاناناس اللي كان في العلبه اللي اتبقى معايا حطيته هنا. بقى كان المفروض ان انا ادخل الجيلي التلاجة يبرد شوية، بس للأسف انا حطيته وهو كان دافي. طبعا زي ما انتوا شايفين لما نزل ابتدى يدوب الكريم شانتيه، فنزل في القاع بتاع الترايفل من تحت. بس قلت ولا يهمني ولا ازعل ولا اتضايق ولا اشيل جوايا ولا اي حاجة، وابتديت ان انا اعالج الموضوع في ان انا اعمل روزتات صغيرة من الكريم شانتيه بالشكل دوت داير ما يدور، ومش هخلي اللي في النص دوت باين خالص، هخليه بس اللي في النص هي اللي باينه بالشكل دوت زي ما انتوا شايفين. فاي حاجه تبوظ منك هي مش بتبوظ، هي بس بتبقى ايه غلطه حصلت كده مننا، فاحنا نتفاداها ونحاول ان احنا نصلحها بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. طبعا جبت بعد كده الفراوله وابتديت ان انا احط بشكل عشوائي زي ما انتوا شايفين كده. تقدري تستخدمي اي نوع فاكهة انت بتحبيه، بس انا اللي كان متاح عندي الفراولة. وفي نفس الوقت انا كنت جايبة الكمبوت ده عشان اعمل بيه تورتايه، بس قلت لا انا استسهل كده واعمل بيه ترايفل على طول ونشوف الطعم هيبقى عامل ازاي. بجد يا جماعة طلع طعمه تحفة جدا جدا، ومفيش اسهل من كده. اتمنى اللي هيجرب الوصفة وتعجبه ويدعيلي بقى دعوة حلوة كده. ممكن كمان تعملوه في بولات صغيرة لو جايلك ضيوف، ممكن تعمليه في اكواب. هو بيتقدم عامة في اكواب، بس انا حبيت ان انا اعمله في بولة كبيرة زي ما انتوا شايفين كده. عايزه اقول لكم ان هو اصلا بيتاكل، يعني احنا يعني بيتاكل بالمعلقه كده كله مع بعضه، يعني انتي مش هتقطعي وهتحطي في اطباق، انا بس قطعته وحبيت ان انا اطلع لكم جزء منه عشان تشوفوا الشكل من جوه عامل ازاي. الطعم يا جماعه بجد حكايه والله العظيم، زي ما بقول لكم الطعم تحفه جدا طبعا جدا جدا. بنتي بتقول لكم طبعا. يعني انتي ايه كان رايك فيه ايه يا جولي؟ حلو. ايه رايك؟ حلو. حلو قوي ولا قوي قوي؟ قوي قوي. قوي 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 ولا قوي 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 قوي؟ قوي 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 جدا جدا. يعني هو عجب بناتي قوي قوي. بنتي بتشارك الرأي يا جماعة، فحطوا لها لايك بقى، قولوا لهم حطوا لايك للفيديو. قلت له فادو. اهي بتقول لكم حطوا لايك. دي كانت الوصفة بتاعت النهاردة، يا رب تكون عجبتكم واتمنى ان انتوا تجربوها. وطبعا كالعادة انا مش هقفل الفيديو غير لما ادوق معاكم، انتوا عارفيني اي وصفة لازم اعملها لازم ادوق. فبجد كان تحفة. وبنتي الجميلة طبعا اول ما لقيتني هدوق فلا ازاي جابت الطبق بتاعها على طول وقالت لي لا حطيلي. رحت انا قلت لها لا شيلي الطبق دلوقتي لحد ما اخلص تصوير. راحت شالت راحت شالت الطبق على طول.